السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم وحيثما وجدتم، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الخاص واللي راح نحكيو عليه على فاجعة وقعت في إحدى الجارتين للجزائر. عندنا واحد 10 سنين قريب ولا 15 سنة وحنا نقول لكم يا جماعة خطونا من الفواياج لتونس، خليونا من التوريزم في تونس. يا ولدي ما يحبوناش الجيران تاعنا، من شر البقاع ومن شر الناس، ما يحبوش الجزائريين وما يحبوش إنسان يكون عنده جنسية جزائرية أو يتكلم بالجزائرية. البارح خوتي العزاز تم الاعتداء على شاب جزائري في تونس وبالضبط في مدينة سوسة. سرقوا له السيارة. لما لحق بهم خوتي العزاز، لو موندر جاست سي كو جبدوا الخدمي ودقوه في قلبه، يعني قتلوه بدم بارد، قتلوه بدم بارد، كأنه حيوان، كأنه لا شيء، كأنه ماهوش مسلم، ماهوش ضيف، ماهوش سائح، ماهوش جاي باش يصرف الدراهم عندهم، ماهوش جاي باش يعاون الاقتصاد تاعهم، المزيد الاقتصاد تاعهم هذا اللي للأسف الشديد كم على بالك منين ناوي يجيبوا في الاقتصاد ومنين راهم يجيبوا في الصوارد. قتلوه خوتي العزاز. المشكل الرئيسي والوحيد اللي حبيت نطرحه على كل حال انه صحافة العار التونسية لما نشروا الحدث قال لك كانوا في جلسة تاع خمر، كانوا في كيما نقولوا حنا ديسكوتاك، حاشاكم واكرمكم الله، كانوا في ان ديسكوتاك هذا باش يشوهوا الشعب الجزائري ويشوهوا السياح او السياح الجزائريين، لي مثلا يقول لك مادامو قتلوا على السياره ولا كانوا قاعدين مع بعضاهم وشربوا الشراب اكرمكم الله وحشاكم، شربوا الشراب ومن بعد قتلوه باش يشوهوا السائح الجزائري. شفتوا الدناءة ديالهم والوقاحه وقله الادب، ما عندهم حتى حياء في وجههم، يسبوا في الجزائر بصفه غير مباشره. يعني يحب يكون الجزائريين راهم يروحوا لتونس غير على الشراب والحاجات هذوك اللي على بالكم الموند كامل على بالو واش راه يصرى في تونس لما يروحوا السواح لازم. وحنا عندنا صافي بليزير كي نحكيو على لي شوز هادو مع خاوتنا الجزائريين. خوتي والله العظيم تونس لو كان تخطيها الجزائر ويخطيوها السياح الجزائريين والله العظيم غير تضيع، والله العظيم غير تضيع. ملايين من الاوروهات كيدخلوهم لما يروحوا الجزائريين لتما سياحه، ولا يروحوا باش يداوي، ولا يروحوا باش يتلاقاو صحابهم، ولا باش ينحيوا على خاطرهم، ولا يبدلوا الهوا. ولكن حنا، انا واحد من الناس جزائري عندي فيديوهات بزاف وراني نهضر كل كيما جماعه خلونا من تونس، راهم طلالبه، راهم متسولين، راهم ناكرين العشير وينكروا الخير، عمرهم ما صعرفوا بالخير تاع الجزائر، ودائما ما يسبوا الجزائر في البلاطوات تاعهم، ودائما ما يسبوا الجزائر في الشوارع تاعهم. ما ننساوش خوتي كاس افريقيا تاع 2003 لما ضربوا الجمهور الجزائري ورموا عليهم الماء السخون وجرحوهم بالحجر وداروا فيهم التير. ما زلنا حنا يعني في 2023 ما فيقناش باللي هاد الناس ما لازمناش نزوروهم، ما لازمناش نروحوا عندهم. شوفوا خوتي الضحية يقتل بطريقة وبدم بارد، بدم بارد. أين هي السلطات الجزائرية؟ أين هم الممثلين الجزائريين هناك؟ أين هي الممثل أو أين هم الممثلين عن الخارجية الجزائرية؟ أين هو كيفاش يسميه قنصل الجزائر أو سفير الجزائر في تونس باش يتدخل؟ علاش ولادنا راهم يتقتلوا هكذا؟ علاش ولادنا راهم لما يخرجوا لتونس سياحة ولا لأي بلد خاصة في تونس يحقروهم ويضربوهم ويسرقوهم؟ ودائما ما يقولوا على الجزائريين اما كانوا سكرانين او حاولوا يخدموا عمليه سوداء. مهم دائما يشوهوا الشباب الجزائري والضيوف الجزائريين في تونس. خوتي خلونا، عند بلادنا راهي باهيه والله، عندنا من المناطق والمناظر والولايات الجميله لا احسن من احسن المناطق في العالم، من احسن البلدان ومن اجملها في العالم. عندنا السياحه في الجزائر خوتي، يكفينا انه عندنا صحراء تعتبر كاره. علاش ما تروحش تستثمر هذوك الاموال في الجزائر، تشوف بلادك، تتعلم لغه بلادك، ثقافه بلادك، حضاره بلادك؟
علاش لازمك تهز الدراهم وتروح لتونس ترفهم في تونس في ان اوتيل ولا في ان ديسكو بار، ومن بعد يقتلوك ومن بعد يجيبوك ومن بعد خلاص. وشكون اللي خاسر؟ الوالده والجزائر. الوالدين هما اللي يخسروا، والوطن الحبيب يخسر في الشباب تاعو. نطلب من السلطات العليا للبلاد تتدخل باش يجيبوا لنا حق هذا الشاب اللي اتهموه انه كان سكران، اللي اتهموه انه كان في جلسه خمر. بيد انه الفيديو، هاو الفيديو، شوفوا خاوتي موضح، شوفوا الفيديو خاوتي دوك وضح لكم. قتلوه وخلاوه مرمي لمده زمنيه طويله بزاف باش جات سياره الاسعاف. هو مرمي في الطريق، مرمي على الرصيف كانه كلب اكرمكم الله، كانه حيوان ما عنده حتى قيمه ولا جنسيه ولا انتماء ولا دين ولا هم يحزنون. أهكذا تردون الجميل في أبناء الجزائر؟ أهكذا تردون الجميل في من يدافعون عن تونس ويحمون تونس بأموالهم وعرضهم وشرفهم؟ خلاو البلدان وجاو عندكم سياحة باش تقتلوهم. والله غير عيب وعار عليكم يا توانسة، والله غير عيب وعار عليكم يا توانسة، عيب وعار عليكم يا توانسة. شوفوا الفيديو خوتي وانتم احكموا، ونقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.